عسلامة ومرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله يا ربي تعجبكم. والبنة اليوم باش تكون رمضانية 100%، واللي هي البسبوسة باللوز. واستحقيت زوز كيسين متاع اسميد يكون متوسط ناخدو به نفس الكيس. حطيت معاهم كيس متاع لوز أبيض مرحي، حطيت معاهم غرفة متاع خميرة متاع جاتو، كيس إلا ربع متاع زيت نباتي، كيس سكر، واحدة ياغورت ناتور طبيعي، وزوز مغارف عطرشية ولا ماء زهر. وطريقة زادة سهلة برشا. تحطوا ملول السميد متاعكم، اللوز، المغرفة، الخميرة، ومن بعد نحاولوا نبسوهم بالزيت متاعنا. كما قاعدين تشوفوا جوست نخلطوهم بالسيسة حتى يشرب السميد الزيت متاعنا الكل. الخليط هذه المرحلة الأولى باش نخليوه يرتاح شوية. كما قاعدين تشوفوا هكا تحصلنا على ميلانج يكون مرمل. ولا هذه اللي باش نخليوها يرتاح شويه. ومن بعد في صحفه اخرى باش نخلطوا كعبه الياغورت مع كيس السكر مع العطرشيه ولا الزهر كما قلت لكم، وباش نحاولوا نخلطوه مع بعضهم حتى لين السكر متاعنا يذوب. ومن بعد باش نجيبوا السميد اللي خلطناه قاعد يرتاح باش نحطوا عليه الميلاج نتاع الياغورت والسكر، ونخلطوا تو في المرحله هذه بالسياسه من غير ما نعجنوا بالكل، جست نخلطوا هكا تخليط حتى لين هكا السميد يشرب الميلاج متاعنا الكل. وهذه القوام اللي باش نتحصلوا عليه، ماهوش جاري برشا وماهوش رزين. تو باش ناخذوا البيركس متاعنا ولا اي مول تحبوا تحطوا فيه. تنجموا زيادة تعملوها حتى انديفيدوال تجيكم ياسر مزيانه. هوني دهنت المول متاعي بشويه زبده ذايبه، ومن بعد باش نحط الخليط متاعي في وسط البيركس. ومن بعد باش نرصوا الميلانج متاعنا بالسياسه من غير ما نحاولوا ننزلوا برشا في وسط المول، جست هكا نرصفوها بالكدا باش الجوانب الكل يكونوا مليانين. بعد ما نسفيوها هكا شويه من الفوق ناخذ البانسو بنفس الزبده الذيبه ونحاولوا هكا نمسحوها من الفوق شويه، كوش صغيره ما تكونش كوش كبيره، جست باش تعطينا اللمعه. ورشوا فوقها شويه اموند افيلي. اني حطيت اللوز هذاك. تنجموا نتوما تخليوها هكاك سامبل، والا تحطوا تبرجوها وتحطوا كعبه لوز في كل مغسو. اني جست حبيت المنظر هذا. وأمام طون كنا مسخنين الفور متاعنا على درجة 180. حطيتها من اللول من اللوطة، شعلت عليها جست من اللوطة. خذيت هكاك الكولور كان مزيان في الأحراف، ومن بعد شعلت عليها شوية من الفوق باش حمارت وعطتنا كولور مزيان. انتر طون حضرنا الشحور متاعنا، خدينا زوز كيسين ماء، عليهم زوز كيسين سكر، وعليهم هكا عصرة قارصة، اشتر قارص هكا عصرتين باهين. خليهم يغليوا فوق الغاز تقريبا 7-8 دقائق. شحور متاع البسبوسة ما يجيش عاقد برشا، هكا يجي جيري. هوني شوفوا البسبوسة كي خرجتها من الفور متاعنا خذيت كولور مزيان برشا. هوني باش نبداو نسقيو فيها. به ملاحظة البسبوسة تكون سخونة والشحور يكون دافي، ماهوش سخون برشا وماهوش يغلي، يكون دافي والبسبوسة تكون سخونة خرجت من الفور. ماذا بكم تحضروا الشحور قبل ما تخرج البسبوسة من الفور. نسقيوها بالكدا بالشحور متاعنا بالكونتيتي متاع الشحور متاعنا الكل. هوني حبيت نقولكم راهو البيركس متاعي ماهوش كبير برشا، البيركس المتوسط. كان تحبوا تعملوا حاجه ما اكبر بيان سور ضاعفوا الكميه متاع المقادير. ومن بعد باش نخليوها ترتاح كومبليتمون وتبرد. تنجموا زيدا اونتر طون تغطيوها هكا بتخشون نظيف مدة هكاكا 5 ولا 10 دقائق حتى لين تدفى، باش ما تجيكمش يابسة. اما بقدرة ربي حتى مع الروسيت هذه ما تجيكمش يابسة، تجيكم طرية. شوفوا من بعد كيفاش قصيتها ونحيت مرسو حبيت نوريه لكم. ماذا بيكم تخليوها تبرد كومبليتمون. اني جربت حبيت نقصها وهي دافيه شويه، يعني حسيتها تكسرت لي شويه. ماذا بيكم تخليوها ترتاح معناتها في عقلها. وتو باش نقص لكم مرسو باش نوريكم كيفاش جات من الداخل. شوفوا ما شاء الله كيفاش التكستور متاعها مرمله شاربه الشحور متاعها بالكدا. بالحق روسيت ناجحه 100% ان شاء الله.
وتوصلنا نهاية الفيديو متاعنا. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. كان جربتوها وعجبتكم ما تنساوش باش ترجعوا لي على الكونت انستغرام تاعي لي روتور متاعكم. ان شاء الله نحط لكم اللين في البار دانفو تحت الفيديو. وتو ما بقى كان خليكم في امان الله وحفظوا، وان شاء الله رمضانكم مبروك.